دلوقتي يا جماعه هنصور دلوقتي مع الفريق المهزوم، وهنروح ناخد كلمه من كابتن مصطفى جوجو كابتن الفريق. وتقول يا كابتن مصطفى النهارده على الهزيمه؟ فرق 7 يا كابتن. هتقول ايه النهارده على الهزيمه؟ ده مصفر 6 بالظبط. على فكره يا مصطفى انا مش معاك في الحته دي، الساعه 6 و5. لا مصفر 6. ايه اسباب الهزيمه النهارده يا مصطفى؟ اتكلم على اسباب الهزيمه. اهي الساعه 6 و5 اهي. اتكلم على اسباب الهزيمه. احنا من فرق 7 فرق العدد 7 تجوان يعني ده هو استنى الكوره اما تيجي راح مصفر، ولما بنكون في فرقه بره بنقعد نستنى احنا بنقول لهم يا كابتن العبوا. بس يا مصطفى انت لو كنت عايز تخلص كنت خلصت يا لما مصطفى. بيكون فرقه لسه ما جاتش يقول لك معلش يا كابتن لو كنت عايز تخلص كنت خلصت يا مصطفى من الاول. طب انت كلمه تقول. استنى يا كابتن اخد منك كلمه يا كابتن. عايز تقول ايه يا مصطفى طب بعد الهزيمه دي؟ الله نعم. وانت يا عم؟ انا مش هقول حاجه غير الكابتن وليد سرور، ما اعرفش بيظلمنا ليه كل ده انا هروح لك لوليد دلوقتي هدي لك على ماتش بيظلمنا. ماشي. وانت نبيل تقول ايه؟ انا بحاسبن على وائل عشان هو السبب. وائل مين؟ وائل فيليبو انزاجي. ليه بقى ليه؟ هو الراجل كتر خيره جايب لنا واحد كويس جدا بس اول ثلث ساعه 500 جول بسببه. انا مش عارف اقول ايه. بسبب مين بقى؟ السبب اسمه ايه يا جماعه؟ عبد الرحمن مسعد. عبد الرحمن مسعد. طيب تعادلنا بعد ايه بس خلاص جبنا في ايه الجون ده بقى؟ قول بقى بص استنى ده عشان في تصوير معاك. سجل في تصوير معاك في تصوير معاك. بقى مش عارف كانه بيلعب على اللي يشيل. مين؟ بص سجل بقى احمد زغلول باذن الله ان شاء الله يا زغلول. بص يا زغلول كلمني. بص خد يلا يا احمد يلا خد يلا. كلمني يعني ساك منه هو اصلا هيموت من الفرحه عشان اول مره يكسب. حقه دي مشكلته هو مش مشكلتك انت. خلاص بص يا معلم اتفرج بقى لما الراجل بيصاب. طبعا احنا بننقل لكم احتفالات. انا لازم الاول اسجل مع حكم المباراه. وليد انت شايف اسباب هزيمه مصطفى جوجو ايه؟ شايف ان الفرقه ما كانتش يعني مهتمين بالماتش ان هم في الاول في اول ربع ساعه دول يعني اتخطفوا. هو ده اللي عمل فجوه. في لعيب اسمه عبد الرحمن مسعد. عبد الرحمن مصعب. مسعد ده بيلعب في نادي الرجاء باين الرجاء البيضاوي. هو ده على فكره كويس بس المشكله ان هو مش معتمد على الفرقه وكده. لسه ما اسباب الهزيمه بقى النهارده كابتن شريف اول ربع ساعه ابيض. مين؟ كابتن شريف اول ربع ساعه ابيض. ايه انا جايب 5 اجوان من 7 الراجل اللي بيبرع ده انا بديله احسن لعيب في المباراه. يا عم كفايه 7 5 اجوان. انا النهارده بقول ان ده لا طالما جينا هنا وسعنا سيبهولي انا. ده الحصان الاسود النهارده الله عمل 7 بنت لعيب وحط واحده في العرض. اسباب الهزيمه ايه يا سيد؟ والله دي عدم يا جماعه توفيق سيد اللي ما نعرفش ان احنا بنسجل مع مين. احنا بنسجل مع سيد الجزار يا جماعه، علم من اعلام الزيتون. اسباب الهزيمه بس النهارده الاصابه. مش مركزين لما ظبطوا الدنيا ولعبوا بصراحه ربنا جابوا فرق 7 يعني كان فرق 7 تعب بس هو ما كانش فيه توفيق. اسباب الهزيمه ايه طب يا سيد؟ في الجون غايبين النهارده عن الفرقه طبعا كابتن سيد والراجل اللي جه لعب جديد ده اسمه عبد الرحمن اول مره يلعب معانا هو كويس وكل حاجه بس هنسجل معاك انا شويه كده يا عبد الرحمن. هذا اسباب الهزيمه بصراحه. احنا هنسجل ودلوقتي يا جماعه في حد ثاني ما سجلش لازم نسجل مع وائل. كابتن وائل تقول ايه على الهزيمه النهارده؟ ما اقولش حاجه. انا كنت فرق 7 نزلنا تعادلنا وطلعنا الحمد واللي لله. خلى الفرق يبقى 7. انا بقول لك اسباب الهزيمه بتتكلم عن نفسك ليه؟ ما بتكلمش عن نفسك. انا عايز اقول حاجه يا كابتن. شكرا يا عم عمرو. في لعيب اسمه عمرو انا خدت رقمه على فكره. مين؟ في لعيب اسمه عمرو كريم. على فكره انا عايز حاجه بس اقول حاجه يا كابتن وليد بصفتك انت حكم مباراه. عمرو اللي في الكاميرا ده استبعاد الماتش اللي جاي. دلوقتي يا جماعه احنا هنروح نسجل. احنا دلوقتي يا جماعه هنروح نسجل مع الفريق الكسبان مع الفريق. هنسجل دلوقتي مع حسن. تقول ايه يا حسن؟ يا جماعه حسن ده ابوه كان بيلعب في نادي الاسماعيلي. تقول ايه يا حسن؟ هارد لك والناس اللي كانت بتتكلم على الفيس نشوف النهارده يكتبوا ايه. وانت شايف ان انت ايه اسباب ان انتوا كسبتوا النهارده؟ هنشوف الناس اللي كانت بتتكلم على الفيس هتعملوا ايه. كام كاس يا بابا؟ كام كاس؟ انت خسران بتتكلم على ايه؟ خسران كام النهارده كام؟ انت وري له فيديوهات اللي قبل كده. احنا لسه بنسجل دلوقتي. حسن اسباب الفوز بتاعكم ايه النهارده؟ احنا تقول عليهم احنا تقول عليهم. هنروح نسجل. انا عايز شاويش يا شاويش ومصطفى جوجو لو سمحتوا هنا.
تعالى مصطفى، تعالى يا كابتن مصطفى. لحد دلوقتي انت كل مره تظبطه ليه كل مره تظبطه كده ليه؟ فرحان ليه بقى؟ لا لا بيلاقيها دي مشكلته برضه هو. كم كاس يا بابا؟ كم كاس يا بابا؟ لا مش عايزين الفاظ، الفاظ خارجه لا، الفاظ خارجه لا، بقول لك اهو. على فكره عايز اقول حاجه بقى، الراجل ده هو اللي شايل الفرقه. شايل الفرقه بس دي مشاكلهم هم بقى. عمل فيه ايه؟ لا دوت هنرجع نقول عليه. هنسجل دلوقتي مع الكابتن زغلول قائد الفرقه، قائد الكتيبه. هتقول ايه النهارده يا كابتن؟ اول حاجه احب اقول للفرقه الثانيه هارد لك. الكابتن محمد نبيل متضايق والكابتن مصطفى جوجو متضايق، ده دل على حاجه، دل ان هم لعيبه كويسه. ان انا اكسب الناس ديت ده تاريخ، ده تاريخ يتكتب ليا. بس الفرق ما بيني وما بينهم، انا لما خسرت دوري ابطال عرب ولما خسرت السوبر رحت للناس دي سلمت عليهم وباركت لهم واحتفلت معاه. انما انا مش هقبل، انا مش هقبل. راجل واقف بيزق. عيطوا يا عيطوا يا اهبل يا ابن الاهبل. احلى كرش في الدنيا، احلى كرش. محمد نبيل بيزعق مع الراجل اللي طالع عندي من الناشئين وبيقول له انت خسران 3 يا كابتن احنا الفرق 3 بونت، يعني بيتعوض في ماتش. انا عايز اقول بس حاجه يا زغلول، انا بس عايز اقول لك حاجه يا زغلول. بالنسبه لمحمد نبيل هو بيهرتل بعد الماتش. لا شكرا. انا بس برد على حاجه واحده، الناس اللي بتقول الصفقات صح حقه يا كابتن. انا جبت لعيب هات زياده زيه. كابتن. لا يا كابتن استنى يا كابتن. هات زيه. يا كابتن هو الراجل بيقول انا جايب لعيبه زياده صح؟ انا جايب فليكس النهارده وهو جايب عبد الرحمن مسعد. طبعا يبقى يعني انا فين هو الزياده اللي معايا؟ بس انا الناس بتاعتي ما بتلعبش بعكازات. بس انا عايز اقول حاجه، انبوبه الاكسجين خلصت منه في الماتش.